السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. آه للأسف الشديد الخميس اللي فات حصل حدث مأساوي في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، تحديدا في محطة قطار. كان الناس مستنيين القطر كالمعتاد، بس حصلت خناقة بين شخصين. الخناقة كانت ابتدت بجدل، ولكن عادة الجدل ممكن وبالذات في أمريكا يتطور لضرب ولكمات، وممكن ينتهي نهاية مأساوية والعياذ بالله. فاللي حصل إن واحد منهم لما عرف سمع ان القطر جاي، ام لكم الشخص اللي بيتجادل معاه لكمتين، فوقعوا عند القضيب تحت. فالقطر دهس هذا الشخص اللي وقع، وبكده مات، او بمعنى ادق اتقتل. حتى الان الشرطة ما خيبتش ظني السيء فيهم، وما عرفتش ملابسات الحادث. لو حد فيكم عرف ملابسات الحادث من فضلكم يقول لي تحت في التعليقات. ولكن الشرطة خيبت ظني السيء فيها، وقدروا ان هم يلقوا القبض على الجاني، وهو في السجن الحمد لله. نتمنى له أقصى عقوبة، وهي العقوبة التي يستحقها. اللهم آمين. وأتمنى من الله أن يوفق الشرطة في معرفة ملابسات الحادث. قد يسألني البعض أنت ليه بتعمل الفيديو ده؟ أنا بعمل الفيديو ده عشان أوجه لحضراتكم رسالة في منتهى الأهمية. لما سيادتك تكون في محطة قطر، تحاشى الخناق وتحاشى الجدل. لا خناق ولا جدل. هتقول لي طب جدل، هقول لك الجدل ممكن وبالذات في أمريكا يتصاعد لتبادل لكمات يؤدي إلى نهاية مأساوية. فلا جدل ولا خناق لو انت في محطة قطر، مش بس في أمريكا، هقول في أي مكان في العالم. لأن محطة القطر الرصيف زي ما حضراتكم عارفين، يعني الرصيف ده ملوش سور. لو حد وقع من حافة الرصيف خلاص هيبقى تحت عند القضبان. فلو القطر جه في نفس اللحظة اللي انت وقعت فيها، فساعتها يبقى الله يرحمك ويحسن إليك. طبعا مش دي ما كانتش أول مرة واحد في أمريكا يرمي واحد تاني عند القضبان. حصل إن كان في واحدة في جريمة كراهية في مدينة نيويورك. كانت هي بتكره المسلمين والهندوس، والراجل كان شكله هندي، فقامت رمته على القضبان لما كان القطار قادم. عموما حضراتكم ده برضو يخلينا نخلي بالنا ما نقفش عند حافة الرصيف لما نكون مستنيين القطر. حتى لو انت هيفوتك انك انت تلاقي كرسي تقعد عليه، يعني مش لازم تبقى مستني القطر قبلها ب5 دقايق واقف على حافة الرصيف. لا، الله الغني، القطر يجي الاول، بعد كده انت تروح عادي بقى لحافة الرصيف زي ما انت عايز. لكن تروح لحافة الرصيف والقطر لسه ما جاش، تحاشى الموضوع ده. تتخانق، تتجادل مع حد على محطة قطار، انسى، ده تق يعني. لا لا، أرجو أن الناس تطلع بالدرس المستفاد وتطبقه عمليا. وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.